واش عمرك تخيلتي أن القصة ديال الفضائيين ماشي هي ديك الشيء اللي كنشوفه في الأفلام ديال هوليوود؟ ماشي غزو ومدافع ليزر، لا، القصة اللي كيآمنوا بها بزاف ديال الناس عبر العالم واللي مكتوبة في الكتب ديالهم، قصة أعمق، أغرب وأجمل بكتير. قصة كتهضر علينا حنا كبشر وعلى واحد التحول كبير كيتسنانا. أجيو ندخلوا مجموعين لهذا العالم ونفهموا كل شيء ببساطة. شنو كيقولوا هاد الكتب؟ شكون هما هاد الفضائيين؟ وشنو علاق هاد الشيء كامل بينا؟ ملي كنقولوا فضائيين أو كائنات من عوالم أخرى، أول حاجة كتجي في بالنا هي ديك الكائنات الخضراء بعين كبار، هذيك الصورة التجارية. أما في الكتب الروحانية بحال ويد أركتوريانز وكتب أخرى، القصة مختلفة تماماً. كيقول لك أسيدي هاد الناس أن الكون عامر بالحياة، بحال شي غابة فيها أنواع وأشكال ديال الشجر والحيوانات. كاينة حضارات متطورة علينا بملايين السنين، ماشي في التكنولوجيا ديال الحديد والآلات، ولكن في التطور الروحي والوعي. هما ماشي بالضرورة عندهم جسد مادي بحالنا، كاينين اللي هما عبارة عن طاقة أو نور خالص، وكيقسموهم لأنواع بزاف بحال شي قبائل كونية، وكل قبيلة عندها مهمة. الأركتوريانز هادو هما أطباء الكون، كائنات ديال النور من البعد الخامس وطلع، كيعيشوا في حب وسلام مطلق. المهمة ديالهم هي يساعدوا الحضارات الأقل تطوراً بحالنا باش تشافى روحياً ونفسياً وترفع من الوعي ديالها. هما بحال شي أساتذة حكماء كيوجهوك، ولكن عمرهم يفرضوا عليك شي حاجة، حيث كيحترموا الإرادة الحرة ديالك. البليديانز هادو هما ولاد عمنا الكونيين، كيقولوا أنهم أقرب لنفس الشكل، كيشبهوا البشر وشاركوا في بزاف ديال المراحل ديال التطور ديالنا. الدور ديالهم هو يزرعوا فينا الأمل والإبداع ويساعدونا أن تفكروا الأصل ديالنا ككائنات روحانية. كاينين أنواع أخرى بحال السيريان والأندروميدان، كل واحد وخصائصه. الفكرة الأساسية هي أنهم ماشي غازات، بالعكس هما عائلتنا الكونية أو خوتنا في النجوم اللي كيتسناونا أنفقوا ونعيقوا باش نتواصلوا معهم على مستوى الوعي. وشنا هي هاد الطاقة الكونية؟ الويفي ديال الكون. هذه هي النقطة المحورية في كل شيء. الطاقة الكونية أو طاقة المصدر هي ببساطة الطاقة اللي تخلق منها كل شيء. أنا، أنت، الكرسي اللي جالس عليه، النجوم والمجرات، كل شيء. باش نبسطوها، تخيل الكون بحال واحد المحيط ديال الطاقة، كل شيء كيعوم هذا المحيط. هاد الطاقة ماشي جامدة، بل كتهتز وعندها دبدبات أو ترددات vibrations. الدبدبات المنخفضة هي الطاقة ديال المشاعر السلبية بحال الخوف، الحقد، الغضب والحسد. هذه طاقة ثقيلة كتخلي الإنسان يعيش في صراع ومعاناة. الدبدبات المرتفعة هي الطاقة ديال المشاعر الإيجابية بحال الحب، الفرح، السلام الداخلي والامتنان. هذه طاقة خفيفة كتخلي الإنسان يعيش في تناغم وسعادة. وشنو علاقة هادشي بالفضائيين؟ الحضارات المتطورة بحال الأركتوريين كيعيشوا في دبدبات عالية جدا ديال الحب والسلام. أما كوكب الأرض والبشر حالياً فما زالين عايشين في دبدبات منخفضة بسبب الحروب، الكراهية والمادية. الدور ديال هاد الكائنات هو يرسلوا لينا موجات ديال الطاقة عالية باش يساعدونا نطلعوا الدبدبات ديالنا، بحال شي واحد كيعاونك تبدل المحطة ديال الراديو من محطة فيها غير تشويش المحطة فيها موسيقى زوينة. هما ما كيدخلوش بشكل مباشر، ولكن كيصلوها الطاقة اللي كتلهم الفنانين والعلماء والأشخاص العاديين باش يبداو يفكروا بطريقة مختلفة وأكثر إيجابية. أشنا هما هاد الأبعاد؟ بعد الثالث، الرابع، الخامس. هذه كتبان معقدة، ولكن الشرح ديالها بسيط. الأبعاد ماشي أماكن، بل هي مستويات ديال الوعي أو مستويات ديال الإدراك. أحسن مثال هو الراديو. جميع المحطات الإذاعية MFM، هيت راديو، أصوات كاينة دابا في الجو، ولكن انت ما كتسمع إلا المحطة اللي شديتي التردد ديالها. نفس الشيء بالنسبة للأبعاد. البعد الثالث هو العالم اللي حنا عايشين فيه دابا، عالم مادي كثيف كنحكموا فيه بالوقت، الماضي، الحاضر، المستقبل، وبالثنائية، الخير والشر، أنا والآخر، الصح والخطأ. الوعي ديالنا كيكون مرتبط بالأنا، الإيجو، وبالبقاء. البعد الرابع هو بحال شي قنطرة بين الثالث والخامس، فيه الوقت كيبدا يتمدد والأفكار ديالك كتبدا تجلى في الواقع بسرعة أكبر. داكشي علاش كيقول لك رد البال لأفكارك.
هو عالم الأحلام، التخاطر، وممكن يكون شوية فوضوي حيث فيه الإيجابي والسلبي بجوج. البعد الخامس هذا هو الهدف، هو بعد ديال الوحدة، ما كيبقاش فيه أنا وأنت بل كيولي حنا. هو بعد الحب الغير المشروط، السلام والفرح فيه ما كيبقاش خطي بل كتكون عايش في اللحظة هنا والآن. التواصل فيه كيكون بالتخاطر، والحياة فيه مبنية على التعاون ماشي المنافسة. هاد الكائنات المتطورة عايشين في هاد البعد. العملية اللي كيقولوا أن الأرض كدوز منها دابا سميتها الارتقاق أو ascension، وهي الانتقال من وعي البعد الثالث لوعي البعد الخامس. شنو خاصك دير أنت كإنسان في هاد الشيء كامل؟ الدور ديالك في القصة، وهنا في القصة كتولي شخصية ومهمة. حسب هاد المعتقدات أنت ماشي مجرد متفرج، أنت هو بطل القصة. التغيير ما كيتسناش السفينة فضائية تهبط من السماء، التغيير كيبدا من الداخل ديالك. شنو خاصك دير؟ رفع الدبادبات ديالك، هذه هي أهم حاجة. كيفاش؟ تأمل meditation باش تسكت عقلك وتصل بالروح ديالك. طبيعة، جلس في الطبيعة، تمشى حفيان، عنق شجرة، الطبيعة عندها دبادبات عالية كتشحنك. الامتنان، كل نهار فكر في الأشياء اللي انت ممتن ليها، هاد الشعور بوحده كافي يطلع طاقتك للسماء. تجنب الطاقة المنخفضة، بعد من الأخبار السلبية، الناس السلبيين والنقاشات اللي فيها غير صداع. خدم على راسك من الداخل، واجه المخاوف ديالك، سامح الناس اللي آذوك، ماشي على قبلهم، على قبلك انت باش تحرر من ديك الطاقة. خدم على الأنا ديالك، الإيجو، وحاول تفهم أنك أكبر من مجرد أفكارك ومشاعرك. فتح قلبك، تعلم تعطي بلا مقابل، تعاون الناس، حس بالآخرين، دوز من عقلية أنا شنو غادي نستافد لعقلية كيفاش نقدر نعاون. اسمع الحدس ديالك، داك الصوت الصغير اللي كينبع من داخلك اللي كيسميوه الصوت الروح أو الهاير سيلف، هو البوصلة ديالك في هذه الرحلة. إذن القصة كلها ماشي على الفضائيين، القصة علينا حنا، هما مجرد مرشدين أو مساعدين كونيين. هاد المعتقدات كتقول أن البشرية وصلت لواحد المفترق الطرق، وعندنا فرصة باش نديرو قفزة نوعية في الوعي ديالنا، باش نبنيو واحد العالم جديد مبني على الحب والسلام والوحدة. والبداية كتبدا من كل واحد فينا. ماشي ضروري تآمن بهاد الشيء 100%، ولكن الفكرة زوينة وتستاهل نتأملوا فيها، أننا كائنات عظيمة، عندنا قدرات هائلة، وأن الكون كامل كيتسنانا غير نفيقو.